السلام عليكم متابعينا الأعزاء. تعرف على فنانين ماتوا خارج أوطانهم بعيدا عن أرض الوطن. الفنان عبد الحليم حافظ. توفي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد إجراء جراحة منظار لعلاج دوالي التي كان يعاني منها النجم الراحل، إلا أن النزيف استمر بعد العملية بسبب تليف الكبد الذي كان يعاني منه. ورحل في 30 مارس 1977 عن عمر ناهز 48 سنة، وعاد جثمانه إلى مصر. وتعتبر جنازة الفنان عبد الحليم حافظ واحدة من أكبر الجنازات في مصر. الفنانة سعاد حسني. يمع القدر في بعض التفاصيل بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ، والذي ربطت الشائعات بينهما، إذ قيل أنهما تزوجا سرا. توفيت سعاد حسني في 21 يونيو 2001، وهو نفس تاريخ ميلاد عبد الحليم حافظ. كما توفيت خارج البلاد وتحديدا في بريطانيا بلندن، إلا أن وفاتها ما زالت تعتبر لغزا محيرا لعدد كبير من الناس حتى الآن. وأغلقت التحقيقات على أنها رميت من شرفة منزلها، واستلمت أسرتها جثمانها ودفنت بمصر. الممثل والمطرب محمد فوزي. توفي الفنان الكبير محمد فوزي في 20 أكتوبر 1966 عن عمر ناهز 48 عام بمدينة برلين الألمانية، بعدما أنهكه المرض الذي أصابه، وأصبح وزنه بعدها 40 كيلو. حيث أصيب فوزي بمرض نادر وقتها أطلق عليه الأطباء مرض محمد فوزي. وقد أوصى قبل وفاته أن يخرج جثمانه من مسجد عمر مكرم، وبالفعل تم التنفيذ الوصية. الممثل أنور وجدي. رحل أنور وجدي عن عالمنا في 14 مايو 1955 عن عمر ناهز 50 عام، حيث توفي في العاصمة السويدية بعدما أجرى جراحة تركيب كلى صناعية بسبب الفشل الكلوي الذي أصابه، ولكن تدهورت حالته الصحية سريعا، مما أدى لوفاته عقب إجراء العملية. ورافقته في هذه الرحلة زوجته الفنانة ليلى فوزي، وعادت مع جثمانه إلى مصر. الفنان صلاح رشوان. وفاته المنية بالعاصمة الفرنسية باريس في يوم 20 فبراير 2017، وقد رحل عن عمر 67 عام بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وبعد 3 أيام من وفاته تم نقل جثمانه عقب انتهاء الإجراءات لمصر، ودفن بالقاهرة. الفنان الشاب عمرو سمير. توفي عمرو سمير في يوم الاثنين 5 يوليو 2017 عن عمر ناهز 33 عام، وقد توفي في غرفته بإحدى فنادق العاصمة الإسبانية مدريد أثناء قضائه لعطلته الصيفية. وقد سافر والده سمير محمد شمة لاستلام جثمانه من إسبانيا. المطربة وردة. توفيت في منزلها بالقاهرة في 17 مايو 2012 إثر أزمة قلبية، ودفنت في الجزائر، ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية، ليتم دفنها في مقبرة العليا بالجزائر العاصمة. وكانت قبل وفاتها قالت: أريد العودة إلى الجزائر فورا.
الممثل أحمد غانم عاش آخر حياته بالولايات المتحدة الأمريكية، ولما اشتد عليه المرض أصيب باكتئاب نفسي، فسافر لأبنائه في مدينة لوس أنجلوس، وتوفي ودفن فيها في 28 يوليو 1992. رحل الفنان أحمد غانم عن عمر 61 سنة. انتهى الفيديو، شكرا لكم.